السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اديلي كتير قوي عايز اصور الكلمتين دول صراحة، ولكن ايه، متعطل بسبب ان انا محتاج ان انا اقعد الاول اظبط مكان اصور فيه، وان انا اكتب السكريبت كويس صراحة. هما كلمتين يعني طالعين من القلب كده للرجالة في ثالث ثانوي بصراحة، يعني تحت مسمى ما تغلطش غلطتي، علشان انا غلطت غلطة كانت من يعني لولا ربنا ستر عمرها كانت هتفضل معلمة في حياتي يعني، ولا زالت معلمة. ف مش حبيت ان انا اكسر الحاجز ده، حاجز المثاليه ده بصراحه، حبيت ان انا اكسره وقلت إيه، اصور وزي ما تيجي تيجي. فزي ما بقول لك كده، الغلطه اللي انا غلطتها ومش حابب حد يغلطها زيي، اللي هو ايه، ما تفرحش قبل ما تطلع من اخر امتحان. ما تخليش جو اللي هو الاجازه ياخدك وانت خلاص في اخر لجنه وطالع من اخر لجنه، وتخلي جو الاجازه ده يسيطر عليك. انا عارف ان انت بعد يعني ساعه اخر ماده كده، اللي هو انت خلاص بتبقى فرحة طاغية على قلبك كده، واللي هو خلاص سجن 10 شهور بيخلص وضغط 10 شهور بيخلص كل ده انا حسيت بيه بصراحة، وكل ده اثر فيا جامد وسيطر عليا جامد في الفترة اللي ايه قبل قبل اخر امتحان يعني. فانا عشان مش عايزك ايه ده ياثر عليك، ولا الغلطة ديت ان انت تروح فيها، واللي ان هي كان لها تاثير جامد عليا بصراحه. يعني انا اخر ماده ديت نقصت فيها 1% الكامل، يعني ناقص فيها 4 درجات على بعضيهم، مع ان ناس كتيره جدا قفلت الماده ديت. والماده ما كانتش صعبه قوي يعني، الماده كانت الامتحان كان في المتناول، بس انا اللي ما ركزتش قوي، وبالتالي إيه، غلطت الغلطه دي يعني. فانا عشان مش عايزك تغلط الغلطه دي، فانت ايه، حاول تفضل مركز لحد ما رجلك تعدي عتبه اخر لجنه في الامتحانات عندك. بس فدي كانت الغلطه اللي انا غلطتها. اوعى تخلي مود الاجازه يسيطر عليك قبل اوانه، اوعى تخلي مود الاجازه يسيطر عليك قبل اوانه. فحافظ على تركيزك خليك في كامل تركيزك لحد اخر لجنة تطلع منها، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. خلاص انت اخدت افراج يا عم، اعمل اللي انت عايزه ساعتها. لكن طول ما انت لسه ما خلصتش، طول ما انت لسه ما طلعتش من اخر امتحان، اوعى تخلي مود الاجازة يسيطر عليك، ولا ان هو ايه يجي في بالك حتى. بس فهم دول الكلمتين اللي انا كنت عايز اقولهم، وان شاء الله ينفعوا اي حد في ثالث ثانوي كده. وربنا يكرمكم جميعا وربنا يوفقكم كلكم يا رب، وتحققوا كل اللي انتم عايزين تحققوه ان شاء الله.